دي بقى اسرع طريقه لصلصه البيتزا، حاجه كده سهله وسريعه وفي دقايق هتعملوا احلى صلصه بيتزا. عندي هنا حوالي 3 4 فصوص كده من الثوم المفروم، عليهم معلقه كبيره من الصلصه المعلبات، وبعد كده بنزل عليهم بكوبايه كبيره من الكاتشب. تاني 3 4 فصوص من الثوم، معلقه كبيره من الصلصه المعلبات، عليها كوبايه كبيره من الكاتشب، 3 4 معالق كده من الزيت، وبنزل عليهم بحبه كده رشه كده من الفلفل الاسمر، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وطبعا الزعتر معلقه صغيره، معلقه مليانه من الزعتر ده اهم حاجه، رشه صغيره من الملح، وطبعا توم بودر وبصل بودر من كل حاجه نص معلقه صغيره. طبعا الوصفه دي مفيش اسهل ولا اسرع منها، وهتديكم نتيجه تحفه وانتوا بتعملوا البيتزا بتاعتكم. وهنا نزلت بنص معلقه صغيره من البابريكا، بقلبهم بقى كده مع بعض كويس. بصوا بقى قوام الصلصه، مفيش اسهل ولا اسرع من كده، ولا ريحتها ما شاء الله تحفه. بقلبها طبعا كويس قوي، طبعا بكون محضره العجينه بتاعتي بعد ما بفردها وبخرمها كويس بالشوكه. بنزل بقى بالصلصه دهيت السهله والسريعه دي. بصوا شكلها عامل ازاي. اتمنى بقى لو الوصفه عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناه.